سامع قرآن الكريم سورة النبأ آيات 28 تا 29 سی و همین یادم دارم تفسیر کشاف تفسیر امام زمخشری خدا تعالی در آیت کریمه دا و کذبوا بآیاتنا کذابا تکذیبا یعنی قارشی خود دروچین در خند بینون دروا دکن راستی قارشی خود قبول ناکن و فعال فی باب فعله فعال افتیزاب باب فعله باب مدگو باب فرحی را مدگو كله فاشل دنا عرب هذا بصحاي عرب هذا يعني كذاب هردوجي يعني نظام فرح يفرق تفريحا تفعيلته اما في عالجي بشده هي فعال في كلام فصحاء من العرب لا يقولون غيره يعني فصحاء فعال طيب وسمعني بعضهم أفسر آية أنا كيش عربا سعكرناكم من آيات التفسير كريه لما آيات التفسير كريه جي فرخوش تفسير كريه فقال يا عرب مش مقول لقد فسرتها فسارا ما سمع بمثله يعني تفسير كر نقول يفسرتها تفسيرا يعني زمخشري بخوبي سيدان تمام زمخشري بخود بجاه يعني من تفسير كي قرآني تمام يعني أبي قارشي أبي عرب قلت فسرتها فسارا نقلت فسرتها تفسيرا ما سمع بمثله نماكي في عالي قلنا مش هي في عال زمان عرب هذا في صحايا عرب بر استعمال وقرئ بالتخفيف إذا بشتاجهاتية وهو مصدر كذب وشافي جاءوا دليل شيء بدليل قوله فصدقتها وكذبتها والمرء ينفعه كذابه يعني من لقي محبوب أخرى جمالي أخرى ومن جنة زر الراس جنة درواتك يعني جنة زر الراس بجنة درواتكم چونك الشخص جانا دروي فايدة دادنيك اما دبردا إذابوه جسلاسية إيجا بشدة تخفيف جسلاسية جي آنية وهو مثل قول تعالى أنبتكم من الأرض نباتا يعني نباتا كنت بردا بيه مفعول يا أبج بشدات نعم مفعول فعلك مقدرا نوسا من يعني وايد وجه يعني وكذبوا بآياتنا فكذبوا كذابا يعني فانا تكذيب آيات مكرن وقت تكذيب آيات مكرن أبانا فراكن بفراكيا يعني فعل ثلاثي مزيد فيه يعني مصدر فعل كدني وفعل مذكور جي فعل كدني أنبت باب أكرم نباتا جي نبت ينبو بله يعني قبل أموي كذابنا خب بشدة بخوينا دبوكا أنبتكم من الأرض نباتا يعني أمش هذا فكذبوا مزيد فيه وكذابا جي جسلاسي وكسيدا يعني فعل كذابا يكذبوا ومصدر جي تمزد كي كذابا إيجا أوي يعني مزيد فيه يعني فعل الثلاثية مجرد
ومصدر جي مزيد فيها ياخذ فعل مزيد فيها ومصدر جي مجرد وكأنبت النبات يعني دبا تي وصاتي فلان استعمال كلمة ماله أو تنصيب كذبوا يوم كذابان منصوب كذبوتكم فكذبوا بآياتنا كذابا لأنه يتضمن معنى كذبوا كذابا جي ضمن خدا معنى كذبوا ذكره دبردا جيوك سيدا قو يك جوي يعني يك ثلاثي يك مزدوفية يعني demek ki لأنه يحتمل مع هردو بشددانية هردو بشددانية يجوش مطبي لأنه يتضمن معنى كذب المعنى قريب من كذب يعني تكرير من وكذبا بالشدة بجي أو نازي معنى أو بشدة يا بصدق أن يكون مفعولا مطلقا من خير تقديرنا لكن يجعل المثقل بمعنى المخفف بطريق اللزوم ها أنا كذبوا كذابا إيه بمعنى دبردا يك جوان بمعنى كتكذيب كرت يكشي بمعنى وان بخد أروك يعني مصدر جبابكية وفعل جبابكية يعني gerçi ana amın tefsira mıttına yaz ve godarit ki fakat az usat tahmin etkim ya usat. وصل يا شديد يعني جاء وك سانكي وك قال سيدات دبردا يعني سانكي فعل تكذيبه وكان مصدر جي إجا أو دروات نعم أزمان يعني أو دروات كن ياتين درو كرن نبوي معناها دبي مثلا كذبوك بتخفيفه ولا مرجع وبتخفيفه ولا كذابن جي أم نسبة بقولي بكي مفعولي ويتشد به دبي أبا بالشدة جي جانا بمعنى أي بشدته ها دبكو يعني أو مصدري كو بالشدة ببقى مفعول مطلق جبونا فعلا بشدة أوصل قدر جان ولك سيداكو يعني دبكو فعل ثلاثي با مفعول مزيد فيه با يا فعل مزيد فيه با مفعول ثلاثي جواره ليه وصل يعني رواء بتكم نباتا وصلنا أوجه سهل مالك لأن كل مكذب بالحق كاذب عم بزاد فرتاجي لو ماجوري مقول يك بمعنى تكذيب كرن يك بمعنى أو بخد روابك چونكي كل كاسي كتكذيب حقية بك أو بخوجي دروشيا أزمان أبا عفوا أبا كو بشدبه أو درواتك أو لازمية إجا أبا كو بشدبه إجا أو ددن دروكرن يعني هبالي خود دروجي درد خنا أري أجا إيكو إيك هبالي خود دروكين درخا وهبالي ويحق به أو بخوجي كاذبه لأن كل مكذب بالحق كاذب. إيه راست. جوين جعلته بمعنى المكاذبة تشبه مفاعله بقري فمعناه وكذبوا بآياتنا فكاذبوا مكاذبة. تكذيب كرن آيات ما. فكاذبوا وان بخد رواكر نه هم دروجي در خستن كاذبوا نه كاذبوا كاذبوا يا فكاذبوا مكاذبة إجا أو بخو هم دروجي در أو كذبوا بها مكاذبين يا وان دروكر في مكاذبين بالتكذيب كرني يعني كو إجا يعني مثلا أوج مسلمان راتبين من أوج مسلمان دي مدروجينا مسلمان جواد دي مدروجينا وقت كو إنكار آيات خدات كنا أول خد به لأنهم إذا كانوا عند المسلمين كاذبين أجر كو قبل أو تكذيب حقيقي بكر لجم مسلمان أو دروجيبه
وكان المسلمون عندهم كاذبين يوجه فبينهم مكاذبة هفت لو شدك هفت تكذيب هفت أو لأنهم يتكلمون بما هو إفراط في الكذب يعني خبر ددن بتشتكي كد دروا دا فر إفراطتك دا إفراطتك فعل من يغالب في أمري وكد كرنا أو كسك دا أمرك دا تشتكي دا فر بيش دا تشا فيبلغ فيه أقصى جهدي تمامي كجو أو خد تدخلش كجو قوتها خد تدخلش يجي الدراوي دا بريد دراوي مازن زيادة دكان كجو قوتها خد تبد الدراوي دا صار وقرئ كذابا قراءتك كذابا جخواندنا وهو جمع كاذبا ويشغل جمع اسم فاعله أي كذبوا بآياتنا كاذبين تكذيب كرن بآيات ما كاذبين أو دروشي وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليغ في الكذب وجرنج كذاب اوي كو پر دروا بقى شخصي كي بالتاني راجي كذاب تي استعمال كرن يعني كذابا دمك صيغه مبالغه اسمه فاعله لما كذابا تفسير كده كاذبين يعني بالجمعيه ده تكسير يعني çoğaltma فاعله ده يعني ها مالي وجرد ما صيغه فعاله صيغه فعاله شو يك دي ايش كده بر ابارت مش بك افراط بك تحكي ودا جتي استعمال اجت تكذيبه فعله ده يعني ندفع عليه ده اجت فعله ده تكسير يعني çoğaltma فعله ده يعني بالي مثلا دبي يقال برجل كذاب إنسان كي بردروشيا حال بكي كذاب حال بكي كذاب جمع كاذبية بصيغة مبالغة جرى بقولت يعني نقولت أنا كذاب جرى استعمال نكرة فخد دمك بريكو فري برد إذا تكسيرها شوالت بعد فعل معرفتية فقد تكسير فعله ده يعني معنى كقولك حسان يعني شنا حسن رجل حسن تبيجي بريد ما خشك حسان دبي ويقول بخالم برزيد الجمرية ده حقي ويدا بصيغة تكسير تستعمل سيدنا مال الصالح السر تكسير أفصيغة هناك معنى كر برای سانکی دنی شاندان تفسیر عول دبی جمع مکسر و بیا به تفسیر دی يعني دبي مبالغة واحد يعني كاذب كاذبان كذاب جمع وكذاب دبي جبوي مفرد مبالغة ماشي يعني كذاب يا جمع مكسر كاذبين ويا نخوا جبونا واحد يا مبالغة ده بله ما هذا فهم وش عنوانين يعني مثلا ما اقول رجل كذاب جبو واحد يجيبه يعطي استعمال كله جبو كوي انسان الدراوي ده بر زياده دراوات كلمه يا حسان يا بخال فيجعل صفة لمصدر كذبوا يجتي قراندن صفات نعم فا أو شغل فا أو دواموي ها شوا يعني وقت يكون بنين سيدا وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليغ بالكذب
يقال رجل كذاب كقولك حصان وبخار أو شغي يجعل صفة لمصدر كذبوا أو كذاب يعني كذبوا تكذيبا كذابا جبوا مصدر كذبورا أي تكذيبا كذابا مفرطا كذبوا بجاغي معناه أول شيء يعني كذابا ده بس صفة جبونا تكذيبا بله جنب انت تفكر بدروكي كذابا بدروكي بر كم مفرطا كذبه دروي بر زيدانا جاء وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا آيات بشتوي وقرأ أبو السمال وكل شيء أحصيناه بالرفع على الابتداء أبو سمال كله خواندية كريا مبتدا بابتداء خواندية في أوهاني وكتاب مصدر في موضع إحصاء كتابا جي دوسة مفعول مطلق دا يعني وكل شيء أحصيناه إحصاء تدور إحصاء دا كتابا مصدر تجي إحصاء دهاتية بيا مفعول مطلق جبو إحصاء وأحصينا في معنى كتبنا أحصينا جي ما حساب كريا ما جمارت يا آيري بمعنى يذكرنجي شما الالتقاء ثبتي في معنى الضبط والتحسين چونكي إحصاء جمارتنو ويذكرن ده معنى الضبط كرن ده كما كريا بن قيدي ماوي نوت كريا ماوي شيء أو كريا قيد كريا معناه وان دويدا جهاب هردو معناه وان دبيك جبركم معناه وان يكا كتابا دوس إحصاء ده أو يكون حالا في معنى كتابا جي كتب يكتب كتابا أو مجرد بله الو كلام كما رسالة بخي قلت نقطة منك كل بله أو يكون حالا يجي من كتابان بكن حال بمعنى مكتوبا في اللوح وفي صحف الحفظة يعني معناه كو كرني وان هاتنا يذكرن اللوح المحفوظ ده ياد كتاب ملائكة ده صحف ملائكة ده هاتنا محفوظ ويشغي معناه چه إحصاء معاصيهم مكتوبا في اللوح يو في صحف الحفظة يقولي كده حالش بيش مقولة أحصيناوية مالك كقول أحصاه الله ونسوه وكاكو أمن خضاء وقيد كريا بن قيدي خضاء أو كريا موان شبير با كريا أبيا ابتدى تشسنا يعني وأعصاه هو أوجي مفعول جرايا نوي أعصاه يعني كتابا يعني كده تاويلا مفعولة مكتوبا كده مشتق وكده حالش بس مفعولة أحصيناوية يعني أو هاي أحصيناوية بله وهو اعتراض يعني قبك أم بابتداكي بخينا وكل شيء أحصيناه كتابا وتسمى الأم بخينا جملة معترضة إحصاء معاصيهم أو معنى كيجان كلمة أو شغلك ما قام كتابا بكن حال أو يكون حالا في معنى مكتوبا في اللوح هذا هو معناه خلاص
والمعنى إحصاء معاصيهم هذا إشارة بال أحصيناه بدك يعني أو الودر مضاف مقدرة يعني أحصينا معاصيهم يعني كهام أحصينا معاصيه يعني أو هاي أحصيناه كمفعولة بها زي الحال أو راجعي ببال معاصيه بها أنا أقول الودر مضاف مقدرة لا أو ها عبارتي يعني راجع بالمعاصي ومعاصي خلاصة ما قبل تفهمي يعني وكل شيء أو شيء دمك معاصينا يعني ها يعني هو اعتراض جملة يعني جانا مرجع بخو يعني اللفظ المذكور نبجي خلاصة كلامي أو تفهمي يعني وقوله فذوقوا وكل شيء عسيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا مسببا يعني الذوق بكن بسبب شو الذوق بكن عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات يعني تشتكوا بيا سبب جبو الذوق كرنرا شيء كفر وان بالرجاء قيامته وتكذيب وان بآيات خدا وهي أفذوقوا فلن نزيدكم آية في غاية الشدة يعني آيات كفر قرانة نزيدكم والنهي تتكى بلن نزيدكم وبدلالته دلالته نزيدكم على أن الترك الزيادة كالمحال الذي لا يدخل تحت الصحة يعني تركنا الزيادة يعني زيادة نباء وصاب مينا تركنا وين محالة ناكب بن الصحة يعني تم زيادة تبع يعني چونكي قوتيه فذوقوا يعني هذا كلمة كيوصف خدانية دلالة غضبة زيدتك يعني فلن نزيدكم إلا عذابا منه فلن نزيدكم إلا عذابا منه عدم زيادة الذي لا يدخل تحت الصحة أبيا ما هو ناهيك بلن نزيدكم وبدلالته على أن الترك الزيادة كالمحال الذي لا يدخل تحت الصحة يعني عندما ترك الزيادة ما يكرنا تم فلن نزيدكم إلا عذاب تم عذاب شو عرفت حصر كي إلا عذاب جواب مجيء على طريقة الالتفات آيات باردة بضمير غائب هاني بصيغة غائب هاني وجلبا درا غائب ببال مخاطبه فذوقوا أبياجي شاهدا على أن الغضب قد تبالغ يعني أبياجي شاهد كغضب غضب خدا برزيدة بيه تحقي وانا وعن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أشد ما في القرآن على أهل النار آية هاني لسر أهل آجر أن آية شديدة شدة سيدا فهمت أزماني عبارة أول صان كي معناه وحال نخوش تربان بيجي نعمشه وناهيك بلن نزيدكم يعني أفتن بسا وبدلالته على أن ترك الزيادة كالمحال الذي لا يدخل تحت الصحة والدقلبة وبمجيئها على طريقة الالتفات الدقلبة أظهر سرسرها ناهيك شاهدا على أن الغضب قد تبالغ أو شاهدا خود برناهي كذا يعني دبي مفعوله به والله أنا أقول شيء نقطة الويا وناهيك بلن نزيدكم وبدلالته على أن
ترك الزيادة كالمحال الذي لا يقتل تحت الصحة او تجدب الصحتي باردة او مثلا الشاهدان وقت بقوتا وبمجيئهم ويبقوتا ومجيئه على طريقة الالتفات شاهد على ان الغضب اما هر وقت ناهيكا يعني مفعول كي مثل مفعول كي دي خوزه يعني افتن بس السربيقوس كو شاهد وببي الشاهد كو افاغد غضب ده مبالغة هيا يعني اف بس اف چنا كود بن شاهد غضب ده مبالغة هيا هم لن نزيدكم هم دلالت كرنوك وعلى أن ترك زيادة كالمحال الذي لا تكون تحت الساعتي وهم دوا بمجيئها على طريقة الاتفاق يعني هر سه معناه يعني أبا هيدي باشخان ياز اشترى تشبج يعني هيدي جرك الشهادة ناكي يعني أفتن الشهد بس وبغضب ده مبالغة يعني صار كي بشكل بدها باش تبان دبا وجعل مسافر ولا من النقطة كي وايدانية بري بدري بله وعن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أشد ما في القرآن على أهل النار إن للمتقين مفازا وهي إنسان متقي خلاصي يا جي خلاصي او جي تشيه حدائق باغ وبخچه وأعنابا رز وكواعب و بيركي كو اوه وان نو چيبونه وأترابا ياشي وان وكهب وكأسا هنا جوان را بارداغ ارتق قدح ارتق امبيجن انا واني تقول فكلي امبين كوكا تهاقا كتبت جانا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وسعناكن وان متقيا اهل جنة دا نقوتن كي بوش نجي تعو أضاينا وان تشتا جزاء من ربك مكافأة اشترف رب تدا عطاء داينا كي حسابا كي يترلي جوان حسبه مكان بيش مفازا فوزا خلاصي وزفرا بالبغية يعني او خلاصية كداخوازية مروية مرد تخوازه او زافرك داخوازية مروية او خلاصية جوان راحية او موضوع فوزين يا جي خلاصية جوان راحية وقيل نجاة مما فيه أولئك افيا سانكي دا بر اي جملة بر معناه يوصى خواشته إن للمتقين مفازا افيا قيل نجاة مما فيه أولئك سانكي إشارة في بال اي بر وكر أهل جهنم وكر او تركي بوي هواي معنى تكر يعني أنبين إن للمتقين مفازا وشو أميسا مفازا بدن بروان بري يوصى معنى دبان يعني مفاز فوزش چه؟ فوزش عذابش فلانش بيوانه بفوزش تشتي كوان كافرات تيدا بون دمك متقين جوان تشتي معدودة برد تم خلاص بنيان يعني الدبردة مقصد مفاز خلاصية وان متقينا جتشتي كوانات تيدانا جوان سخنتي وعذاب كوانات تيدانا وانا جوي خلاص لا تقييد يعني هم چونك جاري اول مطلقاني خلاصي جيه خلاصي اما خلاصية شيء يعني تقييد كل خلاصية جوان سخنتي وانا تيدانا ارتباط كي شيء معنوي بله او موضع النجاة يا جي خلاص تيا كمانا جي خلاص بك
وفسر المفاز بما بعده إجا هاد الاسي بما بعده وكتشيه الحدائق كو البساتين أو باغتشيكو فيها أنواع الشجر المثمر أو تشيت داري كفي جدا تدهنا والأعناب الكروب رزل والكواعب اللاتي فلكت ثديهن وهن النواهد يعني إكو هنا بتشوقن والأتراب اللداد إكو ياشيوان وكابن الدهاق المترعة المترعي مذاكر متشكينا دي اللفظ مترعي نورمال دهاق بارداغي بقوي تي معنى كرن اما لفظ مترعي متشكينا دي تميمي جي حذف تميمي جي بقرته وأترعي ياخذ ترعي مذاكر أترع بمعنى أوكيو بمعنى أبيكو تجيه وكأسا دهاقا يعني ممتلئ أنا وأدهق الحوض ملأه حتى قال قطني يعني حسبي تجيه حتى بس يعني تمام جينا ما وقال فيش تقوم الرتعنة دي ولا لا تركي جدا أما نورمال عيني لفظ ياست كم دارت كابل مترعي ياس كده ميم أو ميم تجيب جا أصل كلمة لنا تبي جيب بابته وهنا ياس صاحب كده تركيا جانا هو كلمة تبع ما ياست كم صجدات كابل أقل أوي ميزانات بالي وقرئ ما رجع مترعات دولو من عين التوقع الارتياح تمام إن للمتقين مفازا وحدائق أعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا ولا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا الكذابة نجي بالتشديد والتخفيف يعني ما قلت بالتشديد بقى بيجي كاسك وان تكذيب بكتنا وياخد بالتخفيف بقى دراوي او خد دراوي سعنا لكن يعني كاس دراوي اي لا يكذب بعضه بعضا كاس تكذيب كاسيناك ولا يكذبه او لا يكاذبه يعني أو بخو تكذبناك يا ناي تكذبك وعن علي رضي الله عنه أنه قرأ بالتخفيف الاثنين يا بتخفيف الآيتين إنك يعني أف كذابة هانجي وكذابة بريجي ده دو آيات ده حضرت علي كذابا خواندية بشدة جزاء وفاق جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء مصدر مؤكد منصوب بمعنى قوله إن للمتقين مفازا اف جزاء مصدر تأكيد دك ومنصوب بمعنى قول إن للمتقين مفازا ويشارك شاد بكأنه وقال جاز المتقين بمفاز يعني جاز جزاء جازاهم نوصى رياوي يعني زين إن للمتقين منصوب بمعنى إن للمتقين مفازا وهي يعني معنى إني تحقيقه يا زمان زين سانكي إن للمتقين بمعنى مجازات ومكافآت معنى المتقين بمفاز
إن للمتقين مفازا خدا دبيج متقين را مفازا يعني شو؟ وقتك فيها وعد خدا بدمك جزاء مكافأة جزاء يعني أو جزاء فعلي هاني وكا جزاء هاني بكن مفعول مطلق شو بيش معناه إن للمتقين وكا جزاء هذا مفعول مطلق ما أكيده يعني تأكيد بالي وجو عطاء نصب بجزاء نصب المفعول به جاء عطاء جي مفعول به بيش جزاء لهم أي جزاهم عطاء ضايا وان مكافات كريه بالضاينه يعني المصدر جي تدي عملت عمل فعلي عمل فعلي اجى ده مفعول عطاء ده مفعول به جزاء وحسابا صفة بمعنى كافيا يعني عطاء حسابا جزاء يعني دانكي يترليها داينكي كجوان ربا سيدي كافيا يترليا من أحسبه الشيء إذا كفاه أحسبه الشيء يترلي حسبه وكابجا وقتاكو يترلي بجرا بجن أحسبه الشيء حتى قال حسبي يعني داي حتى يجيكو باسي منه وقيل على حسب أعمالهم جا حسابا يعني خدا وان تشتاد دوان لقورة عملي وان هركز لقورة عملي ويتشتيني دايما وقرأ ابن قطيب حسابا بالتشديد هي حساب خاندية وبشدة خاندية على أن الحساب بمعنى المحسب يعني حساب بمعنى إيكو باساجيرا يعني جاركي كلا بمعنى حسبه يعني كافي بله جارا ددن يجي كل سر حساب يعني كي حق كريه خدا ويدايه كي يعني حسابا كلا منصوب بنزع خافض على حسابهم يعني وحسابا جي دمك تنوين يجي كلا عيوادش بيش بكا مضاف إليه كي يعني على حسابهم يعني كي حق كربه ويدايه على حسب أعمالهم بله جاء حسابا على أن الحساب بمعنى المحسب كالدراك بمعنى المدرك يعني شو دراك بمعنى مدرك إدراك إيكو دكا فرقي حساب جي بمعنى محسوبة يعني إيكو بس يترليب يا جيرا يعني أو شاقي حسابك وبشديبه أو شاق دبا شة دبا وصفة شة صيغة اسم فاعلية بمعنى محسبة إيه صيغة مبالغة اسم فاعلة بمعنى محسبة إيه كالدراكي بمعنى المدرك إيه محسب جي خدايا عجيبة أو قصد بجانب عطاء حسابا يعني إيكو جيرا باسا كنت بدي الرب بمعنى مدركة من داري دا خدا قويا قو چه قو شكي قو مقو خير جزاء من ربك عطاء حسابا قو من دايا وناد بريا عطاء دا بري دا إن للمتقين لا يسمعون فيها اللغو ولا كذا إن للمتقين مفازا حدائق وعنب وكواعب مثلا وكاسا دياق لا يسمعون فيها اللغو ولا كذبا جزاء من ربك عطاء حسابا عطاء حسابا إجا حسابا يعني من دايوان حالو كوني منجي حسابا يعني إجا بحسبا يعني من بوان داي كافي كرن من تيرا وان داي كارت حسابا بتش معنى يعني إجا دكا ديسا فعل جملة إن للمتقين مفازا شواكو جو دوي داري تشتكي تيف فعم كرنك وخدا دبي جزاهم تشتكي وصاقو مقو قيد داري آمدتنا أنا نزالم بدنجي وازل بريدا أبا بريا فيا
أي جزاهم عطاء. جزاء. يقول جزاء نصب يعني نصب المفعول به أي جزاهم نصب بجزاء أو عطاء. عطاء نصب بجزاء نصب المفعول به أي جزاهم عطاء. تمام. إيجاد جزاهم أو خدايا جزاهم خدا جزاي واندا يعني داوان چه داوان عطاء عطيكي داوان يعني تشتكي داوان ايجا او جزاهم حالو كوني ويجي دمك حسابا يعني محسبا يعني خدا داوان كفايتي وان داوان حالو كوني خدا جي محسبا الحال وصل لجي او عطاء عطاء بيتشينا او عطاء وكي يعني وكي تشبيهك بيخسيت يعني عطاء حسابا من يعني او عطاء وكي كوبيجي حساب جوات خوازي يعني او عطاء وسب براحتين نائي داين جواره بكي معني منزان شو قال معناه الدنيا وكي سيدي مال صالح بيجي ونيكي زوره شلون بيخلص بقدم جمرة زورها مزان çünkü أنا قلت جزاء عطاء قلت لكم مفعول به باش بو جزاء كي كجوي جزاء هات زاني جزاهم عطاء يعني أعطاهم عطاء وكي أعطاهم عطاء أو عطاء حسابة يعني يعني حساب جوات خوازي وبيجي نا بحث داينة يا سيدة بزاش حسبيات يا أنا ما نحسب بيتشكلها ملا رجب بيشت عبارات تشكيل ما أخوي أدبام جي عباراتنا الكتاب بامتنا جويها جوي كما صار عفنا جوي أدم سيدة وحسابان ببا حالي فعلي جزاهية جزاء وقويا فعل خدايا البيضة يا أخي نقول يعني أو حسب قراءة نبوة أو قراءة دنيبو أنا نبغى شايف بقول مقول به نفس القراءة تدوابو جوي مقول أزود سكيني مقول عجبا سيدا ناك أبغى تركي ناك صفة خدات كصفة عطاء دقيقة التوزيع وعبارة جوارا بقولنا أزينك إنها مساعدة زاب سيدا يعني تركي سيدا تركي ويكا بيجي خدات الدوام حسابا يعني ويكا إجا أو دي سبب بيجي مباسا محسبا يعني سبب معنى كافية يعني دمك هذا سيدا قو ببا وصفة أوكي يعني عطاي سيدا ابن قتيبة حساب الشكل ده okumuş olup derrak, müdrik, idrak eden anlamına geldiği gibi hesab da muhsib, yeter edecek derecede kifayet eden anlamına gelmektedir. Tamam. Muhsiben yani hasaben bimana muhsiben. Ma'na muhsiben yani kellemehum yekfini yani ve beja hasbi. Bu anda da gotun hasbi yani. Muhsib yani bu anda da hasbi bu anda da gotun yani hasbi bu anda da gotun. Yani سيدا بله ممكن أزباني الفيدري همون شخوت جورا عول دبوي معناتك عطاء حسابا أي محسبا بجا محسبا معناتك أي كافيا من أحسبني كذا إذا كفاك تمام محسبا وصب وصفة عطاء كافيا عطاء كافيا يعني ها بله بله أصابكم الله خير كثيرا بس عامل مرة رجع تمام أمانة خدا قاتلين تمام كيفو دنك نهاد من يتركي شو معنى كلمة ما نشاكر أشتاب خوينم الخوزيم جو لا دقيقة از بخوينم قبلين beni İbn Qutayb ise hesap şeklinde okumuş olup derrak, müdrik, idrak eden anlamına geldiği gibi hesap da muhsib. İcak yerine parantezi muhsib
yeter dedirtecek derecede kifayet eden anlamına gelmektedir. أنا صار يقول يعني جعله كافيا جعله حاسبا يعني جواب جعل قبول كريم يعني جعله قائلا حسبيا جعله قائلا حسبي بمعنى مالي هذا